بيكم في فيديو جديد. الفيديو النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض غرزة جديدة، هي غرزة الحشو. غرزة الحشو ديت غرزة بنستعملها كتير جدا في الشنط وفي المفارش ساعات، وبنستعملها في الديكورات، وبنستعملها في شغل الشتاء. ليه بقى؟ لأن هي غرزة ما فيهاش مسامات واسعة، يعني غرزة ضيقة وبتطلع الحاجة فيها متماسكة. هنزل لكم دلوقتي رمز الغرزة وشكلها في الباترون. طبعا تكتبوه عندكم علشان لما نيجي بقى نشتغل باترون على بعضه تعرفوا تشتغلوا الغرزة دي معايا. يلا نبتدي مع بعض. انا النهاردة حبيت اشتغل معاكم بخيط يكون سميك شوية علشان الغرزة تبان معايا. انا هستعمل خيط السلسلة، وهشتغل معاه ابرة رقم 5.5. تمام. هنبتدي مع بعض. هنبتدي الاول نشتغل السلسلة بتاعتنا اللي احنا اتعلمناها. تمام. اتعلمناها في فيديو قبل كده. هنشتغل مثلا عندي 10 سلاسل: 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا كده اشتغلت معايا 10 سلاسل. تمام. طيب عايزه اشتغل عليهم غرز حشو. ال10 سلاسل دول المفروض اشتغل عليهم 10 غرز حشو. خلاص. طيب هشتغل ازاي؟ اول حاجه هعمل سلسله زياده اسمها سلسله الارتفاع، يعني ارتفاع سطر، او لما اجي ابتدي سطر جديد لازم اعمل ارتفاع ليه. فارتفاع غرزه الحشو سلسله واحده. خلاص. هسيب بقى اول هسيب اول سلسله اللي انا فيها دي اللي انا ارتفعتها، وهخش في اللي بعديها على طول وهعمل غرزه حشو. هخش ازاي؟ هخش اول حاجه في الغرزه كده. تمام. هيبقى عندي حلقتين اهم على الابره. هاخد لفه واطلع من نفس الغرزه اللي انا دخلت منها بالمنظر ده، وبعد هيبقى عندي حلقتين برضو. هاخد لفه تانية واطلع الحلقتين مع بعض في غرزه واحده. تمام. طيب تعالوا نشوف الغرزه اللي بعد كده. انا عملت هنا، هشتغل في الغرزه التانية على طول. هخش فيها وهاخد لفه واطلع من نفس الغرزه تاني. بقى عندي غرزتين، بقى عندي لفتين على الابره. اخد لفة كده واطلع منهم بغرزة واحدة بالمنظر ده. نشتغل كده التالتة اهو. انا واقفة بالابرة كده. هخش على طول في الغرزة اللي عليها الدور، وابتدي اخد لفة واطلع من الغرزة. هيبقى عندي حلقتين على الابرة. اخد لفة كده واطلع غرزة من الحلقتين بالمنظر ده. هفضل اشتغل كده لحد اخر السطر. طيب هل ينفع ان انا اسيب بقى الغرزة اللي بعديها كده واشتغل في اي غرزة كده وخلاص؟ تعالوا نشوف. انا كده اشتغلت غرزة حشو في اي غرزة تقابلني. بصوا المنظر بقى عامل ازاي. طبعا كده غلط. انا المفروض اشتغل في كل غرزة تقابلني بالترتيب، يعني ما فوتش غرزة خالص. خلاص. واعد وانا ماشية دايما، وانا في البداية بتعلم احب اعد السطر، اعد الغرز السطر وانا ماشية. انا كده عملت 3، هبتدي اعمل رابعة واقول لنفسي كده وانا بشتغل علشان ما انساش. تمام. ال5 اهو كده، 6 7 8. طيب انا دلوقتي مثلا نسيت ورحت داخله في نفس الغرزه اللي انا اشتغلت فيها مره تانية، يعني دخلت مرتين في غرزه واحده. كده يبقى انا زودت. كده برضو الشغل بتاعي مش هيطلع صح. عشان كده بقول ان احنا نعد الغرز واحنا ماشيين. تمام. كده اهو بالمنظر ده. كده انا عملت 10 غرز سلسله.
سوري 10 غرز حشو على السلسلة اللي أنا كنت اشتغلتها. واضحة كده؟ طيب أنا بقى خلصت السطر الأولاني، عايزة أطلع سطر جديد. اتفقنا عشان نطلع سطر جديد لازم نعمل سلسلة واحدة اسمها سلسلة ارتفاع سطر. هاجي أعمل سلسلة واحدة كده أهي، وهلف الشغل بتاعي. لما ألف الشغل بتاعي الغرز بتاعتي باينة أهي. أدي هنا غرزة، 2 3 4 5 بالمنظر ده. طيب هشتغل فيهم برضو غرز حشو. ادي اول واحدة هخش فيها على طول واخد لفة واطلع. بقى عندي حلقتين على الابرة، هاخد لفة واطلع الاتنين بقت واحدة. اهو هخش هنا على طول واخد لفة واطلع بالمنظر ده. شايفين كده؟ غرزة جميلة جدا وشغلها سهل، بس طبعا عايزة منك تدريب كتير. عايزاكي تشتغلي فيها كتير علشان ايدك تاخد عليها. ما ينفعش ان انا اعمل سطر واجي اقول انا خلاص اشتغلت الغرزة، لا، احنا هنشتغل بيها حاجة علشان ايدينا تاخد عليها وتبقى صح معانا على طول، يعني ما ننساهاش. خلاص انا بس هكمل السطر معاكم عشان اوريكم شكل الغرزة في التاني سطر بقى عامل ازاي. انا ووصلت كده للاخر، ولازم اعد الغرز وانا ماشية بالمنظر ده كده. هي طبعا بتبقى جميلة جدا في الخيوط السميكة برضو علشان بتبان، يعني الغرزة نفسها باينة. خلاص. طيب المطلوب منك بقى ان انت تعملي لي مثلا هنقول 30 سلسله. 30 سلسله وتطلعي عليهم بغرز الحشو. عايزه اعمل 15 سطر حشو. يعني ايه 15 سطر؟ يعني هفضل رايحه جايه واعد وانا ماشيه انا اشتغلت كام سطر، والتزم بالعدد اللي هم 30 سلسله. وهيبقى عندي لما اخلص بقى لما اخلص ال 15 سطر هيبقى عندي قطعه مستطيله. هنزل لكم بقى على الجروب التطبيق بتاعها. يعني القطعة المستطيلة دي هنستفيد بيها في ايه؟ هنزل لكم على الجروب الصورة اللي فيها التطبيق بتاع الشغل ده. تمام كده؟ لما اجي اطلع سطر جديد هعمل غرزة سلسلة واحدة وهقلب الشغل كده وابتدي اشتغل في كل غرزة هنا غرزة حشو. اتمنى يكون الغرزة والدرس النهاردة يكون سهل ويكون عجبكم. وإن شاء الله نتقابل في درس جديد. وزي ما احنا متعودين أول ما تخلصي صوري لي الشغل بتاعك ونزليه على الجروب علشان أتابعك وأشوف لو كنتي عاملة حاجة غلط نبتدي إن احنا نصلحها مع بعض. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.